الراجل ده طلع عربية فخمة من النهر وبعدها حطها على الطريق. الناس اللي كانوا واقفين ما كانوش مصدقين نفسهم، افتكروا إنهم بيحلموا. الراجل بعدها مشي ناحية العربية عشان يتأكد منها، ولدهشته لقى ست جوه. بسرعة جري بيها على المستشفى عشان يلحقوها، ولحسن الحظ أنقذ الست. اتضح إن الراجل ده كان واخد نظام صيد بيخليه يطلع أي حاجة من المية. وبعد شوية الست فاقت، وأول ما شافت شكل الراجل حفظته. في اللحظة دي الراجل جاله تليفون من مراته، فاستأذن بسرعة وخرج من المستشفى. الست بلغت أبوها الغني باللي حصل. الراجل الغني أمر إن يتعمل بحث في المدينة كلها عشان يلاقوا الراجل، لكن قبل ما الغني يوصله الراجل اتعرض لأكبر إهانة في بيته. حماته جت ومعاها شاب غني، وكانت عايزة بنتها تتجوزه، وقعدت تستهزأ بالراجل وتقول إنه فقير وما يستاهلش بنتها. لكن مراته رفضت على طول. الحماة أدت بنتها ألم وأصرت إنها تتجوز الشاب الغني، وكل ده عشان كان موافق يدفع للحماة $1,000,000 في اللحظة دي. النظام بتاع الراجل إداله مهمة، لازم يلاقي مصدر مية ويصطاد حاجة في 30 ثانية. لو خلص المهمة هيتحل الموقف اللي هو فيه. والوقت بيجري، الراجل فجأة جات له فكرة ذكية، وفي ثواني بدأ يمثل كأنه بيصطاد. الناس كلها افتكروا إنه بيضحك. الشاب الغني قعد يضحك ويقول عليه خاسر، حتى مراته اتضايقت من تصرفه. لحد ما الراجل طلع السنارة، فجأة ظهر بودي جارد قدام الراجل، وأول ما شافه طلع الموبايل وكلم الراجل الغني. وبعد شوية الراجل الغني وصل لبيت الراجل، بس الحماة افتكرته ممثل مأجره الراجل وحاولت تطرده. في اللحظة دي مدير أعمال الراجل الغني اتدخل، والحماة لسه مش فاهمة حاجة. الراجل الغني بعت للراجل ده ذهب وفضة وجواهر. وقتها كل الناس مش مصدقين،